بعمله في البيت باستخدام اللبن المجفف، وطلبتوا مني كلكم الوصفه اهي، يمكن متاخره شويه بس هتنفعكم جدا جدا. والزبادي بيطلع في منتهى الجمال كده اهو، كريمي وناعم جدا جدا، واهم حاجه انه معمول في البيت. هنبتدي الأول بتحضير اللبن. هنحط كزرونة على النار ونحط فيها كوبايتين كبار من المية. الكوبايتين دول لازم يغلوا الأول، وبعدين أسيبهم على جنب لحد لما يهدوا خالص ويبقوا تقريبا بدرجة حرارة المطبخ. هبتدي أحط فيهم اللبن الجاف، مش عايزين نقول ماركات. المهم هنحط هنا بقى إيه، هنحط لكل كوباية 3 معالق كبار من اللبن الجاف، يبقوا 6 معالق على الكوبايتين. قلبوا 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 لحد لما تطمنوا تماما ان ما عادش فيه اي كلاكيع موجوده في اللبن. بس كده هنسيب بقى اللبن على جنبه. تعالوا نتكلم على الزبادي. عشان يطلع الزبادي ناجح معانا هنستخدم كوبايتين من الزبادي الطبيعي، زبادي عادي جدا، له لايت وله دايت وله فيه سكر ولا بالعسل ولا بالفراوله ولا اي حاجه خالص، زبادي عادي بنجيبه من السوبر ماركت او من اللي بنجيبه من عند اللبان بالمنظر ده. هنستخدم 2 على المعيار اللي انا عملته. هنفضي العبوتين في سلطانيه كبيره. وبقى الخطوه الجايه دي بقى هي اهم خطوه في الموضوع، ودي بقى اللي انا امي الله يرحمها كانت بتحرص عليها جدا، وكنت اقف جنبها وهي بتعمل الزبادي، تقعد تنعم الزبادي بالسباتولا او بمعلقه بالشكل ده، تنعمه تنعمه تنعمه، وتفضل تضرب فيه لحد لما يبقى كريمي خالص خالص خالص، ومبقاش فيه اي يعني حاجه. يعني بناخد مثلا بتاع 3 دقايق كده ضرب كده حلو بالسباتولا او بالمعلقه. جميل. اول ما نطمن ان هو بقى كريمي تماما تماما، عامل زي الكريمه كده اهو، هنيجي بقى دلوقتي ونبتدي نضيف عليه اللبن اللي احنا عاملينه. بنزل اللبن بالتدريج واحده واحده مع استمرار الخفق بالايد التانية زي ما اقول لكم، يعني السباتولا كفايه قوي، مش محتاجين مضرب ولا اي حاجه. واحده واحده ونبتدي نضرب 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 لحد لما الخليط كله يتجانس ويبقى زي الفل. جميل. الخطوه دي ما بتاخدش مننا وقت طويل، بس هي الفكره بس ان احنا يعني ايه عايزين الموضوع ياخد وقته. والحقيقه السلطانيه اللي انا نقيتها دي فيها تعرجات كتيره، بس هي لونها حلو عجبني بصراحه بيني وبينكم. بتعملوا كده احيانا؟ يعني بالنسبه لكم الشكل الجمالي اهم ولا ان الحاجه تبقى عمليه وفلوسيها سهوله اكتر؟ يعني المهم بقولوا لي بقى رايكم. ممكن نعملها في سلطانيه كبيره وممكن نعمل في كاسات. انا عندي هنا الصينيه اللي انتوا شايفينها الالومنيوم دي اللي انا بعمل فيها عاده الكريم كراميل، هحط فيه كوبايات الزبادي، او ممكن احط فيه سلطانيه كبيره اللي هحط فيها الزبادي، بملاهم كلهم. جميل. هنا هتعمل على فكره 4 سلاطين، هتعمل تقريبا 5 سلاطين. خلي بالكم هنا انا في 3 وفي واحده تانية هحطها دلوقتي، وفي واحده ما دخلتش معاهم في الصينيه فهحطها لوحدها في صينيه لوحدها. ايوه جميل جدا. خلاص كده الصينيه اتملت وزي الفل. تعالوا بقى نروح على الفرن. نخلي بالنا بقى مع بعض شويه في الحته دي، الفرن ولعته قبل ما ابتدي اشتغل، فالفرن دلوقتي سخن. اول ما احط صينيه الزبادي كده هكون غاليه ميه الاول في الكتل وابتدي اصبها من الجنب، وخلي بالكم ما تجوش على الزبادي نفسه، صبوا من الجنب بالراحه. والفرن دلوقتي سخن، هطفيه، كنت مسخناه قبل ما ابتدي اشتغل. تمام. ادي الميه اهي المغليه، توصل لنص الكوبايات او الكاسات. حلو. هغطي الصينيه بغطا، اي غطا، بالفوطه كمان. حلو. جميل. هطفي الفرن بس كده، هقفل باب الفرن وهسيب بقى الزبادي هنا حوالي 12 ل 14 ساعة. تعالوا بقى نشوف الزبادي، تعالوا بقى نبص. أنا سبته الحقيقة 24 ساعة لأن لقيت إن الجو شوية برد، فلما يكون الجو برد بسيبه مدة أكتر. هو دلوقتي خلاص مسك، بس هيمسك أكتر لما نحطه في التلاجة. تمام. هنسيبه بقى في التلاجة بتاع 3-4 ساعات كده وبعدين ناكله. بس اتجنن شكله وقوامه في منتهى الجمال. وادي الزبادي بعد ما سبناه في التلاجة دلوقتي هو جاهز على السحور على طول. بص بقى القوام بتاعه عامل ازاي، في منتهى الجمال.